السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا مزيانين. كنتمنى تكونوا غاديين مزيان مع البريباراسيون مونطالمون، تكونوا مزيان وتكونوا اكتيف مع لي كور ديالكم، وتكونوا دخلتوا راسكم بلي هاد 20 يوم راه مازال باقي فيها الوقت، وباقي الوقت فين يستدرك بنادم. وهاد 20 يوم خدمتي شويه ولا بزاف راه مازال باقي لك الوقت، ولا ما خدمتيش كاع حاول تجمع الماكسيموم ديال النقط. المهم هاد الاخطاء اللي غادي نقول لكم عندكم ديروهم، والحمد لله طلع لكم هاد الفيديو. وحاولوا تكملوا الفيديو حتى الاخر، حيت كل حاجه غادي نقولها راه غادي تفيدكم، واي حاجه درتوها من هذا الشيء راه غادي تاثر عليكم سلبا في النقاط. اول حاجه بغيتك تعرفها بلي هذا الوقت هذا هو الوقت اللي كيفرق بين الناس اللي كيجيبوا نقاط واعرين والناس اللي كيجيبوا نقاط عاديين، والناس اللي ما كيجيبوش النقاط كاع. دونك هذا الوقت هذا ما تحقروش، وهذا الوقت راه هو اكثر وقت مهم. راه ماشي العام كامل وانت كتبريباري تجي في هذا الوقت هذا دير هاد الاخطاء هادو وغتضيع كلشي داكشي اللي كنتي كدير. قبل 7 ايام من نهار الامتحان ما غتبقى شي حاجه سميتها السهران، ما غتبقى شي حاجه سميتها مبلونشي. راه هادشي غادي ياثر عليك بزاف نهار الامتحان، حيت النعاس راه مهم بزاف. اخر 7 ايام ما تبلونشي فيها، ما تسهر فيها، نعس الوقت ديالك، وهكا غادي تكون غادي مزيان. وهاد الوقت اللي بقى لك ما تبقاش تراجع المواد اللي كيعجبوك وصافي. راه عندنا امتحان، راه ما غاديش نبقاو حنا كنراجعوا داكشي اللي بغينا وداكشي اللي ما بغيناش نخليوه. حنا باغيين نجمعوا الماكسيموم ديال النقاط، راه البيت ديالي هو النقطه. ثالث حاجه القرايه ديال لي كور بزاف، وهذا الشيء راه ماشي مهم، راه الابليكاسيون هي اللي مهمه، خصوصا في المواد اللي دايرين بحال الماط والفيزيك والاس في تي. راه المنهجيه والخدمه هي اللي مهمه. رابع حاجه ما تبقاش تقارن لي راسك مع الناس. راه كاين اللي سالا البروغرام ولكن الفهمه ديالو راه ماشي بحال الفهمه ديالك. دونك شحال ما قارنتي راسك مع الناس غادي تزيد ستريسا، وهذا الشيء هو اللي كنهربوا منه. اولا فلان قرا 14 ساعه 10 السوايع كونتيني، يقرا اللي بغا. انا غادي نقرا داكشي اللي غادي يعاونني، وداكشي اللي غادي نقرا نحس بلي راني قريت وصافي. هذا هو المهم. خامس حاجه التليفون كل 10 دقائق تبقى تشوف شكون اللي صيفط لك ميساج، وهاد التخربيق هذا كل 4 ساعات غتبقى تشوف شنو الجديد. التليفون راه هو اكبر مشتت ليك في هذه الحاله هذه. ما تحاولش تكون مثالي في الفهمه ديال الدروس، كون مثالي في الخدمه ديال التمارين. وهذا الوقت اللي بقى لك الدرس اللي ما فاهمش راه ماشي ضروري تفهمو 100%، حيت راه حنا باغيين نجمعوا النقط، راه الماكسيموم ديال النقط. والوقت هو اكبر تحدي عندك دابا. تبقى تفيق كل نهار وما عارف حتى شنو غدير، تالف. تبقى تفيق كل نهار وعندك خطه، عندك تو دو ليست، كل نهار تبقى دير اي حاجه درتي دير عليها الاكس. تبقى كتخدم وصافي وانت ما عارفش الاخطاء ديالك. عندك طيح هذا المشكل هذا. راه حسن تخدم امتحان تشوف التصحيح ديالو وتعرف الاخطاء ديالك، حسن ما تخدم 3 الامتحانات كتخدم وصافي ما عارف فين غادي وما عارف حتى الاخطاء ديالك فين كاينين. قبل 7 ايام تبقى كتقرا بزاف ديال الوقت وانت ما عارف حتى شنو كتقرا، والتركيز راه كيطيح بداك القرايه بزاف. دونك حاول تخدم بومودورو اللي تقرا فيها 50 دقيقه وترتاح 10 دقائق، احسن من داك 25 دقيقه وترتاح 5 دقائق. والمزيان شرب مزيان وما تبقاش كتحرك بزاف، حيت هادشي راه كيأثر مباشره في الجسم ديالنا. حيد منك التفكير بزاف، افكار السلبيه. شي وحدين كيقولوا لي واش غندوز الامتحان ولا لا، واش من نيتكم؟ واش انا ندوز عام كامل في الاخر نشك في راسي؟ لا، اسير دوز الامتحان وكل شيء غادي يكون مزيان ان شاء الله. ومازال غتبقى تشك في راسك واش غنجيب مزيان والامتحان كي غادي يتحط؟ لا، سير ركز على شنو غادي دير دابا، خدم داكشي اللي غادي دير دابا باش غدا ما تندمش عليه. حاول ما تخدمش بالموتيفاسيون في هاد الوقيته هادي. ما يمكنش تبقى النهار الاول تخدم 6 السوايع ولا غد ليه ما تخدم حتى شي حاجه. لا، الا كنتي غتخدم هاد النهار هذا كنتي اول تخدم 6 السوايع، لا، خدم اسيدي هي 3 السوايع وغدا خدم 3 السوايع ومورا خدم 3 السوايع. ماشي تخدم 6 السوايع وتبقى لي انا سيمانه وانت جالس. وتاكد باللي هادشي اللي باقي راه يقدر يبدل بزاف، راه يقدر يبدل المصير ديال النجاح ولا السقوط ديالك، راه يقدر يبدل المونسيون اللي غادي تجي. دونك حاول تركز فيها، ما تستريساش. بغيتي تعرف كيفاش تخدم كل ماده، راه ما كاينين في الشين كيفاش تخدم كل ماده. واعطي الماكسيموم الجهد ديالك وحاول تصبر، والوقت دغيا كيدوز. والله يعاونكم والله يسهل عليكم.